السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم برامو للمعلوميات. كما عودناكم دائما على قناة برامو معلوميات بالنسبة للتسجيل في المدارس والمعاهد بعد البكالوريا. إذا رسميا تم الإعلان عن بداية التسجيل بالمعهد العالي للعلوم الصحة بالسطات. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما الشروط ديال الولوج هذا المعهد، كذلك بالنسبة للتخصصات اللي كاينة وعدد المقاعد في كل تخصص، وفي الأخير غنوضحوا طريقة التسجيل. إذا على بركة الله، بالنسبة للمعهد العالي للعلوم الصحة كما تلاحظوا بالنسبة للتسجيل عبر الانترنت فقط، آخر أجل التسجيل هو 25 يوليوز 2023. بالنسبة للتسجيل انطلق من اليوم وآخر أجل هو 25 يوليوز. إذا الرابط ديال التسجيل هو هذا كما نلاحظوا في عملية التسجيل. بالنسبة للمعهد كما قلنا كاين في ستارت لمدة التكوين ديالو في 3 سنوات اللي تدخل فيها الطالب الإجازة المهنية في هذه التخصصات غنذكروا الآن. إذا بالنسبة أول شيء بالنسبة للتخصصات اللي كاينين تخصصات اللي غادي نشوفهم بالنسبة على حساب كل تخصص وشنو هو البقايا المطلوبة. إذا كما تلاحظوا بالنسبة لادات ديال نهاية التسجيل هو 25 جويلية، إذا 25 شهر 7 هو آخر التسجيل. بالنسبة للإعلان عن النتائج ديال الناس اللي غيتم الانتقاء ديالهم هو 28 شهر 7 إن شاء الله. الاختبار الكتابي غيكون نهار 10 سبتمبر. وبالنسبه للافيشاج ديال نتائج الاختبار الكتابي غيكون 11 سبتمبر شهر 9. اما لا ليست برينسيبال غتكون 14 15 سبتمبر. وبالنسبه لا ليست داتونت غتكون نهار 19 سبتمبر. اما بدايه الدراسه تكون 25 سبتمبر بالنسبه لهاد التخصصات اللي هي سيونس انفورميري اوبسيون انفورميري بوليفالون، اي ممرض متعدد التخصصات، كذلك ساج فام. بالنسبه لتكنولوجي لابوراتوار بيوميديكال، كذلك بالنسبه سيونس دو سونتي تكنولوجي سونتي انفيرونمون، وكذلك انفورميري دو سونتي فاميليير دو سونتي كومينتير. اذا هادو هما التخصصات اللي كاينه وكل تخصص فيه 30 مقعد. كذلك كاين تخصصات اخرى غنشوفهم الان. بالنسبه اللي بغا يديروا التخصصات خاصو يكون اول شيء عنده سيونس مات اما ا و بي، اي بكالوريا سيونس مات ا و بي. كذلك الناس اللي عندهم علوم تجريبيه او سيونس اكسبيرمونطال بالنسبه للفيزيك وسيونس فيدولاتير اي علوم حياه الارض، وكذلك علوم زراعيه. بالنسبه للانتقاء تعتمد على 25% امتحان الوطني، 25% عفوا امتحان الجهوي، و75% امتحان الوطني. بالنسبه للاختبار كاين اختبار في المات بالنسبه لبغا يديروا التخصصات كما قلنا، كاين اختبار في الرياضيات المده ديالو 30 دقيقه، اختبار في الفيزياء والكيمياء المده ديالو 30 دقيقه، اختبار في علوم حياه الارض 30 دقيقه، واختبار في اللغه الفرنسيه 30 دقيقه. اذا هذا بالنسبه للتخصصات اللي ذكرنا الان. اذا كاين جوج تخصصات اخرى بالنسبه تكنولوجي نوتونوس بيوميديكال اللي عدد مقاعد 30 مقعد، وكذلك بالنسبه تكنولوجي راديو فيزيك راديولوج وراديو برودكسيون 30 مقعد. اذا بالنسبه للشروط لولوج التخصصات بجوج، اذا كما تلاحظوا بالنسبه للشروط خاص البكالوريا، كذلك بالنسبه للناس عندهم بكالوريا بالنسبه للتخصص ديال تكنولوجي مانتونونس بيوميديكال، بالنسبه للبكالوريا سيونس اكسبيرمونطال اي الفيزياء، وكذلك الناس اللي عندهم بكالوريا تكنولوجي الكتريك، وكذلك الناس عندهم باك بروفي تخصص ديال مانتونونس اندستريال، وكذلك الكترونيك ايكيبمون كوميرسيال، وكذلك بالنسبه سيستم الكترونيك نيميريك بالنسبه لهذه باكا بروفيسيونيل باك برو. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم بكالوريا مات ا و بي. اذا هادو هما التخصصات او بكالوريا مطلوبه في هذا التخصص ديال مانتونونس بيوميديكال. اذا بالنسبه كذلك الانتقاء تعتمد على 75 في الامتحان الوطني، 25 في الامتحان الجهوي. اذا بالنسبه للتخصص غيكون فيه الاختبار في المات 30 دقيقه، الفيزيك شيمي 60 دقيقه، والفرنسيه 30 دقيقه. اذا بالنسبه للتخصص الموالي اللي فيه راديو فيزيك وراديولوج وراديو برودكسيون، هذا بالنسبه لهذا التخصص اما الناس اللي عندهم باك سيونس مات او بي، الناس اللي عندهم سيونس فيزيك وكذلك علوم حياه الارض وعلوم زراعيه. بالنسبه للارتقاء كذلك تعتمد 75 في الامتحان الوطني، 25 في الامتحان الجهوي. بالنسبه للتخصص ديال راديو فيزيك وراديو بيولوجي وراديو برودكسيون غيكون في المات 30 دقيقه، الفيزيك 60 دقيقه، والفرنسيه 30 دقيقه. بالنسبه للافيساج او بالنسبه البروغرام ديال هاد التخصصات بجوج اللي ذكرنا سلفا، بالنسبه لاخر اجل تسجيله 25 يوليوز. بالنسبه للاعلان ديال النتائج ديال الانتقاء 28 يوليوز. اما بالنسبه للكونكور غيكون 10 سبتمبر ان شاء الله.
بالنسبه للاعلان عن نتائج الاختبار الكتابي غتكون 11 سبتمبر. اما بالنسبه لاعلان اللائحه الرئيسيه ب 14 15 سبتمبر. اما بالنسبه لاعلان ديال لوائح الانتظار تكون 19 سبتمبر. اما بالنسبه بدايه التكوين او بدايه الدراسه 25 سبتمبر. اذا هذا هو بالنسبه للتخصصات اللي كاينه بالنسبه للمعهد العالي للعلوم الصحه بالسطات. اذا الان غادي نمروا طريقه التسجيل. اذا الرابط التسجيل هو هذا، غنكليكيو عليه غندخلوا لهاد الصفحه. اول شيء الا دخلنا للبلاتفورم كما تلاحظوا غنديروا اول شيء رقم مسار ورقم البطاقه الوطنيه. اذا انا غنكتب رقم مسار ورقم البطاقه الوطنيه. اذا اخواني اخواتي بعد ما دخلنا رقم مسار ورقم البطاقه الوطنيه ودرنا سويفو غنكتبوا هنايا طلعنا الصفحه باش نعمروا المعلومات الاخرى. اول شيء كما تلاحظوا غتلقاو اسم عائلي الاسم الشخصي بالعربيه والفرنسيه. هنا دات دينسونسيون والشهر والسنه، المترشح واش ذكر او لا انثى اي فيمينا او ماسكيلان. هنا كنديروا الفيل اللي ساكن فيها المترشح، بالنسبه مكان الازدياد ديال المترشح. كما تلاحظوا جميع المدن كاينه ديال المكان ديال المترشح. في حاله ما لقيتيش هنا مدينتك غدير اوتر كما تلاحظوا غتكتب هنايا السميه ديال المدينه اللي ساكن اللي فيها المترشح. اذا من بعد غنديروا مكان الزياد بالعربيه. هنا الادريس ديال المترشح، هنا البيي ماروك بطبيعه الحال غنديروا ماروك. من بعد غنديروا الايميل ديالنا، رقم الهاتف ديال المترشح. هنا بالنسبه للوضعيه واش اعاقه او غير اعاقه، الا كانت لا غنديروا نو، الا كان عندك شي اعاقه غدير وي. بالنسبه لهنايا غنديروا رقم البطاقه ديال الاب كما تلاحظوا، وهنا السميه ديال الكنيه ديال الاب والسميه ديال الاب. هنا بالنسبه للميتي غنديروا شنو هي الخدمه ديال الاب كما تلاحظوا، الخدمه او العمل ديال الاب ديالك. وهنايا رقم البطاقه ديال الام، السميه والكنيه ديال الام ديالك، وكذلك الخدمه ديال الام ديالك الا كانت خدامه غدير شنو الخدمه اللي خدام فيها الام ديالك. الا كانت ربة بيت او مخلة دير الصون. اذا غنعمروا هاد المعلومات باش ندوزو المرحله المواليه نختاروا فيها التخصص اللي بغينا. اذا اخوان اخواتي من بعد ما ملأنا المعلومات ديالنا وتنأكدوا نقطه مهمه قبل ما دير فاليدي او سويفون، ضروري تاكد المعلومات ديالك تتاكد مزيان اللي دير سويفو. اذا حنا غنديروا الان سويفو باش ندوزو للمرحله المواليه اللي غادي نختاروا فيها الاكاديميه كما تلاحظوا لنا. كذلك باك غنديروا هنا بي سي حيت غيطلعوا لك الباك واش نخدم فيها البكالوريا ديالنا. اذا كما تلاحظوا حنا عندنا اكاديميه هي مراكش السافي. بالنسبه للبكالوريا بي سي هنا السنه خدين فيها الباك هو 2022. غنديروا سويفو باش ندوزو للمرحله المواليه. هنا تعطيك جميع لي فيليير. اذا كما تلاحظوا الفيليير كل فيليير ساج فام كذلك سيونس كما تلاحظوا الحساب كما تلاحظوا رجعنا لهنايا المعلومات ديالنا بالنسبه للخانه. سيونس انفيرميري كما تلاحظوا راه هي هذه سيونس انفيرميري هي الثانيه. كذلك بالنسبه لابوراتوار اذا انت تشوف التخصص اللي بغيتي. على سبيل المثال بغينا نديرو سيونس انفيرميري وكذلك خاصك تشوف على حساب التخصص والبكالوريا مطلوبه. حنا غنديرو على سبيل المثال سيونس انفيرميري على سبيل المثال اس اي. غنديرو سويفو كما تلاحظوا تيقول لنا كونفيرمي. الا واحد النقطه مهمه، الا درتي عمرت هاد الكاش ودرتي كونفيرمي مابقاش عندك الحق انك تمضي. هادشي علاش نقول لكم ركزوا في المعلومات وشوفوا التخصص اللي بغيتو ديروا اللي ديروا كونفيرمي. اذا من بعد ما عمرنا المعلومات وكاشينا هاد البلاصه باش اننا نقوموا بتاكيد المعلومات ديالنا كليكوا على كونفيرمي غتقوم بعمليه استخراج الاستدعاء ديالنا. اذا هي ديال الاستدعاء ديالنا اللي غنقوموا بالتحميل ديالها. نحطها في البيرو على سبيل المثال وغندير لها ديمارن. اذا بعد ما تيليشارجينا الاستدعاء ديالنا، اذا اخوان اخواتي هي ديال الاستدعاء ديالنا نقوم بالتحميل ديالها، اما نخرجوها ونحتفظوا بها لحين موعد الاعلان عن النتائج ديال الانتقاء. كما قلنا بالنسبه لنتائج الانتقاء كما تلاحظوا على حساب كل على سبيل المثال بالنسبه لاخراج التسجيل هو 25. بالنسبه للاعلان عن نتائج الانتقاء بالنسبه للتخصصات كما تلاحظوا هذو اللي ذكرنا في الاول هو 28 شهر 7. كذلك بالنسبه للتخصصات الجوج الاخرين كما ذكرنا حتى هو 28 شهر 7 ان شاء الله اللي غتعلنوا عن نتائج الانتقاء واللوائح ديال الناس اللي غيدوزوا اختبار كتابي. كما قلنا اختبار كتابي راه كل تخصص شنو هو الاختبار الكتابي اللي فيه. وفي الاخير نتمنى التوفيق للجميع وما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه ديالنا برامو معلوميات وزياره الموقع ديالنا على الفيسبوك برامو للمعلومات والتوجيه وكذلك المدونه ديالنا برامو المعلوميات.
او برامو انفو، وكذلك الصفحه ديالنا على الانستغرام برامو انفو اللي غنخلي لكم الروابط ديالو ديسكريبشن اسفل الفيديو. ونهاركم مبروك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.